هتتبين الامور. اول 3 قرارات هتاخدهم لو ما تتولى الرئاسه ايه؟ اي شيء يمس كرامه الناس والضغط عليها وشعوره بانه مكسور وانه هو ضعيف لا يمكن يبقى ولا ليله واحده. الناس المسجونين باحكام استثنائيه هطلعهم. يا سلام، احكام جائره وعسكريه واستثنائيه ولم تجرى ولم تكن طبقا للمحاكمات. المساكين الغلابه اللي محطوط تحت ضرس ضابط ممكن يسحبه في اي وقت لان في تحته شيء من الاشياء. لا يمكن يبقى انسان مكسور ابدا. انسان مكسور لا. الحاجه الثانيه انه لازم يكون واضح ومعروف ومعلوم ان الانسان حرام اوصل لحضرتك السلعه دي ب10 جنيه وانا اقدر اوصلها لك ب5 جنيه. ولذلك مجرد ميزانيه رب الاسره المصريه ان الحاجه توصله بهيئه نقل خيريه بثمن التكلفه الى مكانه علشان توصل رخيصه بثمن المصنع مضافا اليه الثمن الرئيسي. التعليم اللي بيستهلك ميزانيه الاسره ونقدر بقرار حكومي اخفض مناهج التعليم لحد ما توصل للحد العالمي. احنا مناهجنا اضخم من الحد العالمي. الثانويه العامه المصريه قد الثانويه العامه الانجليزيه والامريكيه 2 و3. واعطي المدرس مرتب يخرجه من المصلحه. وعندي اجيب له منين؟ انت عارف حضرتك في بند رسمي في الميزانيه المصريه اسمه بند المصروفات السريه. ده بند رسمي. المصروفات السريه دي لو جبتها المصروفات السريه كام في رئاسه الجمهوريه؟ مليارات، وكان في الجيش مليارات، وكان تغطي بنود كتيره جدا في التعليم وفي الصحه. 10% منها. صحيح. بس صحيح. تخلي المدرس مش محتاج. هل ستدعى للجيش